لو فاكر كفر الشيخ أرض زراعية وبس يبقى لازم تشوف الشخلوبة، الحتة اللي هتخليك تنسى باريس وجمالها. قرية صغيرة بس أجمل مكان في العالم بيجيلها السياح من كل حتة، والأغرب إن ما فيهاش بطالة، أهلها كلهم شغالين يا صيادين يا بيصنعوا مراكب. حكاية تستاهل تتسمع للنهاية. قرية الشخلوبة في كفر الشيخ ليها شهرة كبيرة مش بس جوه مصر لكن كمان براها. السياح بيجولها من كل حتة علشان يشوفوا جزيرتها الساحرة والطبيعة الخلابة حواليها. الشخلوبة مميزة كمان إنها قرية ما فيهاش بطالة، لأن أهلها من زمان بيشتغلوا في الصيد وصناعة المراكب والشباك وكل الحرف المرتبطة بالبحر. موقع القرية على ضفاف بحيرة البرولوس ساعدها تبقى منتجة للأسماك، علشان كده كل أهلها بيشتغلوا في الصيد من البحيرة ومن البحر المتوسط، وبيبيعوها للتجار كل يوم، وده مصدر رزقهم الأساسي. جزيرة الشخلوبة نفسها مكان ساحر وجميل على خريطة كفر الشيخ، وكانت في الأصل حلقة سمك قديمة في وسط البحيرة، وبسبب جمالها اتنقلت حلقة السمك للشاطئ، وبقت الجزيرة مزار سياحي مهم، وأهل القرية سموها عروس البرولوس وفنيسيا مصر. وساب اسم الشخلوبة إنها كانت مكان كبير بيتجمع فيه سمك الشخلوت، ومن هنا جت التسمية. القرية مشهورة كمان بصناعة المراكب، وفيها ورش كبيرة ورثها الأبناء عن الآباء من أكتر من 150 سنة. صياد القرية بيصنع الشباك بنفسه علشان مفيش مصانع ومفيش أراضي زراعية بالشخلوبة. وحسب اليوم السابع السياح بيجولها من كل محافظات مصر، وكمان من ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا ومن الدول العربية زي السعودية وليبيا وسوريا والإمارات. وبيبدأوا الرحلات من الساعة 10 الصبح لحد 6 المغرب، وبيتفسحوا في البحيرة والجزيرة، وكمان ممكن يمارسوا هواية الصيد. الرحلة ممكن تكون بالقارب وسط الطبيعة والهواء النقي أو في بورصة السمك. كمان بيجيلها التجار من كل المحافظات علشان يشتروا السمك. صيد السمك هو المصدر الوحيد لسكان القرية، والمهنة دي كانت مليانة مشاكل قبل كده بسبب مخلفات الصرف اللي دخلت البحيرة. لكن بعد ما الدولة اهتمت بالبحيرات المصرية من 2014 وظهرت البحيرة، زادت كمية السمك بشكل ملحوظ، والأهالي نفسهم طالبوا بحماية المسطحات علشان ما حدش يصطاد الزريعة الصغيرة، وبكده يحموا الثروة السمكية. عدد سكان الشخلوبة حوالي 20,000 نسمة، أغلبهم بيشتغلوا في الصيد أو مزارع السمك. القرية ما فيهاش أراضي زراعية ولا عاطلين، وكلهم بيعتمدوا على البحيرة والبحر. الأهالي عندهم أمل كبير في الترويج للقرية في الداخل والخارج، خصوصا بعد ما السياحة البحرية بقت عنصر مهم في دخل القرية. القرية كمان بتستقبل آلاف الطيور المهاجرة في موسم الخريف علشان مناخها المعتدل، خصوصا اللي جاية من أوروبا بتستقر فترة هنا قبل ما ترجع لأوروبا نهاية فبراير كل سنة. الأهالي عايزين يستغلوا الجزر الصغيرة اللي في البحيرة علشان يزودوا دخلهم، خصوصا بعد تأثير ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية، وده يدي فرصة كبيرة لتنمية القرية اقتصاديا وسياحيا في نفس الوقت. الدولة كمان سلمت صغار الصيادين 83 مركب صيد جديدة مطابقة للمواصفات مجانا، وتم توزيعها على الصيادين في الشخلوبة لدعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن جهود رعاية الصيادين وتطوير القرية اقتصاديا وسياحيا، كمان لتسهيل عملهم وتحسين دخلهم، خصوصا ان المراكب دي بتساعدهم يمارسوا الصيد بشكل افضل وآمن اكتر.